وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. ازيكم واهلا بيكم في يوم في حياتي. انا دودي، عايزه اقول لكم ان ده فلوج يوم السبت، وبدأت على كارثه زي ما انتم شايفين. لقيت بنتي كسرت لي برطمان كنت حاطه فيه لبن بتاع اخوها. المهم لميت الازاز وشفطت مكانه كده، وكان عندي غسله شغلت الغساله عليها، وبعد كده ما كنتش لسه شربت اي حاجه، شربت كوبايه ميه كبيره. كل فيديو بفكركم بالميه، وعملت كوبايه قهوه. انا طبعا عشان ببقى واكله بالليل متاخر فبصحى مليش نفس ان انا اكل. بعد كده كنت طالبه خضار، فقلت بالمره ادام انا طالعه البلكونه هسقي الزرع بتاعي. اخدت كوبايه الميه ورحت سقيت الزرع، وسحبت السبت بالخضار اللي انا طالبه. انا بطلب خضار يوم بيوم علشان بتاعه الخضار قريبه مني، فمش بجيب كميات كبيره عشان ما تبص عندي وانا مش بعمل اكل على طول. اكلت بطاطا وشربت القهوه، وبعد كده اليوم ده كنت ناويه ان انا اعمل لهم مسقعه. عملت المسقعه خلاص بالطريقه العاديه، مش مسقعه بالظبط، هي كان بدنجان بالخل والثوم. البوتاجاز كان نضيف عندي علشان التصوير ده كان بعد ما عملت تنظيف البوتاجاز العميقة. شربت بقى كوباية الشاي، وهتشوفوا دلوقتي بقى هننضف البوتاجاز مع بعض ازاي. انا طبعا كنت جايبة اسبراي الفوم بتاع الدهون. عايزة اقول لكم اخدت فيه مقلب كبير، محدش يجيبه لان هو مش بيطلع الدهون العميقة، هو يدوب للدهون البسيطة خالص بتاعة الحيطة او التنظيف اول باول، اللي هو ترشيه كده وتمسحي تمام. المهم انا رشيت سترس وبدأت ان انا اشيل اي دهون عندي بالفرشة كده. اخد مني وقت طبعا ومجهود ان انا دعكت كل حتة في البوتاجاز بالفرشة، ودي كانت النتيجة بعد بقى ما شطفتهم. وعايزة اقول لكم البوتاجاز عندي بيلمع. انا كنت سايبة البوتاجاز عندي المرحلة وحشة جدا لان كنت تعبانة، وبعدين دخلت في ولادة ومسؤولية وهم ما يتلم يا جماعة. عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه سهلت عليا الفرش بتاعه التنظيف. لو لقيتيها في اي هاتيها وانتي مغمضه. ان شاء الله الفيديوهات الجايه ناويه ان انا اجيب جهاز التنظيف بتاع البخار ونجربه مع بعض واقول لكم تجربتي معاه. نصيحتي ليكي اوعي تجيبي سبراي تنظيف علشان مش بيعمل اي حاجه، اللي هو بتاع الفوم اللي وريتهولكوا اول الفيديو ملهوش اي فايدة خالص. شوفولي بقى حلاوة البوتاجاز بعد ما نضف وبقى بيلمع. وحطيت التعليقة دي هنا كمان، كنت شاريها في المشتريات. قولولي بقى رأيكم في الفيديو. بس كده يا ولاد، يكون يومنا خلص. اشوفكم في فيديو جديد. باي.